اهلا وسهلا بكل حبايبي. فضل خايف لحد ما العفريت ظهر له بجد. والمثل بيقول ايه؟ اللي يخاف من العفريت يطلع له. والمثل ده بيحذر من ان الخوف الزايد ممكن هو نفسه اللي يوقعك في اللي بتخاف منه. يعني لما بتفضل قلقان من حاجة وبتفكر فيها طول الوقت كأنك بتستدعيها، زي اللي بيخاف من الفشل اكيد انه هيفشل فعلا، لانه مش مواثق في نفسه. والحكاية بتقول ايه؟ كان في واحد طول عمره خايف من ان حد يسرق بيته، رغم ان بيته بسيط مفهوش حاجة غالية يعني. كان كل يوم يفضل يقفل 3 اقفال ويحط خشب ورا الباب، ويصحى كل شوية يتأكد. وفي يوم نسى يقفل الشباك من كتر ما خوفه مشتته. دخل الحرامي وكأنه كان مستني اللحظة وسرقه. والناس قالت ما هو اللي يخاف من العفريت يطلعله. والعبرة بتقول ايه؟ نتعلم من الخوف ان ممكن يغلبك ويمنعك من التركيز. وهنا التفكير السلبي ممكن هي يكون أسوأ من توقعاتك، يعني يخليك دايما ان انت يعني مش واثق في نفسك ودايما قلقان، دايما حاسس بالخوف. وطبعا يا حبايبي لازم نواجه مخاوفنا بعقل وبحكمة، مش نفضل نهرب منها. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كانت معاكم جدة ملك، واستنوني في مثل تاني واكتبولي رأيكم في التعليقات. دوسوا لايك واشتركوا في القناة. سلام يا حبايبي.